السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهاردة امي حبيبتي عندي، وهي بتحب الفراخ موت موت موت. فقلت بقى اصحى بدري اعمل الفراخ واعمل لها الرز واعمل لها اللوبيا، لان دي الاكلة المفضلة بتاعت ماما، ان هي بتحب الفراخ واللوبيا والرز. فانا هون طلعت الفراخ من الفريزر وهنقعها في محلول برضو اللي هو الملح والليمون والدقيق، وبعد كده هتشوفوها معايا. وهنسمي بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم برضو، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. نحط حبيبي هون الحبهان والمستكة والملح والفلفل والكمون. تمام. اول حاجه كده الحبهان والمستكة. بسم الله. ونحط برضو البهارات اهي، الملح والفلفل والكمون. نسمي بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وهي حبيبي اهو التلات فرخات اهم في حله واحده اهم، ونشوفهم باذن الله بعد ما يخلصوا باذن الله. وهي بسم الله ما شاء الله بتغلى اهي. اقوم انا حاطه الايه دول، الجزر والطماطم والبصل وورق اللورو. دي بقى اللي بتخلي الشوربه طعمها جنان 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 جنان. اهي بسم الله. ونسمي بسم الله. نحط البصله. البصله اتحمرت اهي. ننزل عليها بمعلقه الثوم. الاثنين المكعب لان ما بحطش ملح. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بنزود لها شويه ميه علشان الصلصه ما تبقاش تقيله قوي كده. وبعدين ننزل باللوبيا. ونغطي عليها اهو. يبقى احنا عملنا الفراخ وعملنا اللوبيا، وهطبخ الرز اهو. حبايبي انا نسيت، انا حطيت الاتنين مكعب المرقه لان ما بحطش ملح. ودي معلقه فلفل اهي. بس كده. والرز اهو يا حبايبي اهو. بس هحط له بقى ايه، مرقايه كده عشان ايه يديني طعم حلو كده. ماشي اهو. يبقى ده الرز، ودي الفراخ اهي، ودي اللوبيا. باذن الله بعد ما اخلص هقدم لكم الاكل وتشوفوه. وهو يا حبايبي بعد ما الاكل خلص اهو، يا رب يعجبكم، وكل اللي انا اقدمه يا رب يعجبكم اهو. ادي الفراخ اهي. رايكم في الفراخ القمر دي؟ والشوربه واللوبيا والرز
كل ده عشان خاطر ست الحبايب الغالية اللي ربنا يبارك في عمرها يا رب، امين يا رب العالمين. ومع السلامة حبيب قلبي.